عودة أوساسونا إلى ملعبه الرينو دي نافارا مثقلا ب8 أهداف من برشلونة كانت العنوان الأبرز لمباراته أمام إشبيليا الذي سجل فوزين وتعادلا في لقاءاته الثلاثة الأولى. المعنويات العالية للأندلسيين لم تمنع أصحاب الأرض من النزول بكل ثقلهم لتغيير صورتهم الأخيرة. الضغط المبكر لأوساسونا أربك لاعبي إشبيليا الذين سرعان ما استفاقوا، وإن لم يسجلوا في شوط أول ظل سلبي النتيجة. بعد الاستراحة كاد بطل العالم خيسوس نافاس أن يعلن تقدم السيفيستاس، محاولة حقيقية فتحت الطريق أمام أوساسونا لكي يبرز هو الآخر من خلال نينو مهاراته في تضييع الفرص. اشتعلت المباراة لأن إشبيليا كان يبحث عن الفوز، فيما جماهير أوساسونا تطالب بركلة جزاء بعد لمسة يد لبيروتي. خرج نيغريدو ودخل كانوتي، لكن لا جديد على مستوى النتيجة. الحكم رفض في الدقائق الأخيرة هدفا لأوساسونا بداعي تسلل كيكي سولا لتنتهي المباراة بتعادل سلبي منح جرعات من الثقة لتشكيلة مندليبر بعد مهزلتها في ملعب الكامنو. وقال إن إشبيليا لم يخسر بعد منذ انطلاقة الدوري.